الفصل 25. فرحة رقية. في فيلا أدم. بعد أن حضر عمار ووالدته في غرفة الصالون للتقدم للخطبة، جلسوا يتحدثون في أمور عديده. أما رقيه في غرفتها تسير بتوتر ذهابا وإيابا، وشذا تنظر لها وتضحك بشده قائله: اقعد خيلتيني كل ذا عشان عمار، يعيني على الحب. نظرت لها شروق بابتسامه شاحبه: اهدى يا حبيبتا شويه. جلست رقيه على الفراش جوارهم وهي تحرك رجلها بتوتر قائله: مش الحكاية يعنى. أنا خايفه حجه تحصل تبوظ الجوازة. أنا زم أسيطر على الوضع. قلول البت علياء البومة دا جدت معاهم ولا لا. ضحكوا بشده لتقول شذا بمرح وهي تهز رجلها مقلده إياها: لا مجاتش يا أختي. قال: وانا أليف